الناس اللي بتبقى جعانه طول الوقت، يعني جعانه طول اليوم وعندها مشكله في كده في الجوع ومش عارفه تلتزم بالدايت دي كده، ان هي جعانه طول الوقت. تعال اقول لك على النظام، كام خطوه كده تمشي فيها في اليوم بتاعك هتساعدك ان انت تبقى شبعان طول اليوم. اول حاجه لازم تحافظ على فطار عالي البروتين. البروتين يا جماعه مهم جدا ان هو يكون في اول وجبه في اليوم وهي وجبه الفطار، لان البروتين من الحاجات المهمه جدا اللي بيها مؤشر شبع عالي وبتزود احساس الشبع. فدور على حاجه زي البيض، زي الجبنه، المهم الجبنه القريش مع شويه خضار برضو يبقى فيها نشويات قليله. طب لو هاخد نشويات في الفطار هروح للنشويات المعقده اكتر. تاني حاجه لازم تحافظ على شرب الميه بكميات كافيه ومتوزعه على مدار اليوم، كوبايتين ميه على الريق الصبح، كوبايه ميه قبل كل وجبه. تالت حاجه لازم تحافظ برضو على المشروبات الدافيه زي الزنجبيل مثلا، زي القرفه، زي النعناع، زي اليانسون. شرب المشروبات الدافيه ده بين الوجبات ومتوزع على مدار اليوم وطبعا بدون سكر، ده بيحافظ ان معدتك تحس ان هي مليانه على طول الوقت وتديك احساس بالشبع بشكل كبير جدا. كمان من الحاجات المهمة جدا ان انت تحافظ على الالياف في الاكل بتاعك، يعني دور على الخضار، دور على الحبوب الكاملة، دور على البذور اللي بيبقى فيها الياف زائبة. كل الحاجات دي كلها بتعمل زي بالك في المعدة وبتمتص السوائل وبتديك احساس بالشبع طول الوقت. الى جانب ان انت تمضغ اكلك كويس، تاكل ببطء. كلنا عارفين طبعا ان اشاره الشبع بتاخد وقت، فلازم تمضغ اكلك كويس وتاكل بالراحه، تاكل ببطء وتدي اكلك حقه. وزع اكلك على مدار اليوم بكميات بسيطه، هتلاقي ان احساس الجوع بدأ يقل معاك وبقيت شبعان اكتر من الاول. دي كانت كام تريكاه بسيطه كده ممكن تعملها في النظام اليومي بتاعك، هتساعدك ان انت تبقى شبعان طول الوقت وتلتزم بالدايت بشكل اكبر. دمتم سالمين وبصحه، ولو عندكم اي استفسار اكتبوه لنا في التعليقات. السلام عليكم.